مواقع تويتر والفيسبوك وكان ترند، وهو اسم الأخضر بالريش. المعلق والإعلامي الجزائري المعروف الأخضر بالريش الذي ودع جمهوره عبر قنوات البين سبورتس القطرية على الهواء مباشرة، قال بأن اختتم مشواره المهني وتقاعد عن ممارسة هذه المهنة في الشبكة القطرية. فالأخضر بالريش قال في نهاية البرنامج بأن هذا الاستديو هو آخر ظهور له على شاشة المجموعة، وخاصة طبعا هو شكر طارق دياب لأنه كان معه المحلل الرياضي المعروف طارق دياب، والذي اشترك معه لمدة 12 سنة. بالمناسبة الأخضر بالريش كان رئيس الاستديو ومكتب البيين والجزيرة الرياضية عندما كانت قبل البيين في مدريد، لما كان الدوري الإسباني هو المهيمن، هو الذي يحقق الإعجاب وملايين المشاهدات قبل ما نكتشف البريمير ليج وغيرها. البريمير ليج البطولة الإنجليزية كانت في أبو ظبي، وأبو ظبي مشفرة وكانت موجهة للجمهور الخليجي والشو تايم وغيرها. الجزيرة الرياضية كسرت القاعدة وجات موراها البيين، وكان الأخضر أحد المؤسسين، يعني ماشي برك في البيين، هو من أول بالك، هو أول واحد غادر الجزائر وراح أسس مع كثير من الزملاء العرب والصحفيين القسم الرياضي في شبكة MBC ثم غيرها. فالأخضر بالريش قال في مجلة أو في التصريحات بعد تقاعده للقدس العربي بأنه يعتز كونه ابن المدرسة الجزائرية، حيث بدأ مسيرته في بلده قبل أن يلتحق بقناة الMBC. وشكر الأمير الوالد في قطر الشيخ حمد بن خليفة الذي تعرف عليه عندما كان وليا للعهد. ثم أيضا قال أنه ممتن أيضا للسلطات في قطر. أكيد هو الأخضر عاش في كنف القطريين لسنوات طويلة ويريد أن يترك مكانه محترما، وفعلا هو ترك، هو شخص محترم ويعني نموذج مشرف للإعلام الجزائري أينما ذهب. فالأخضر بالريش اليوم لا يتقاعد وإنما يستريح مثل ما قال في القدس العربي. المهم آراء كثيرة. حمزة دباح الإعلامي الجزائري قال: لقد كان الأخضر بالريش أحد أسباب وقوعنا المبكر في عشق روعة اللغة العربية الفصحى حديثا ونغمة على شاشات التلفزيون. خير الدين روبا قال: شكرا لأستاذنا ومعلقنا ومذيعنا الكبير الأخضر بالريش على ما قدمه على شاشة قنوات الجزيرة الرياضية وبين سبورتس. الزميل ياسين بالمنور قال: الزميل الأخضر بالريش يودع جمهوره بعد وصوله لسن التقاعد، صاحب عبارة لا تذهبوا بعيدا. هو كان دائما يقول في نهاية كل بلاطو لا تذهبوا بعيدا، فيقول ياسين بالمنور: سيذهب هذه المرة بعيدا عن القناة التي كان أحد أعمدتها. وعبد الناصر بار الإعلامي الجزائري أيضا يقول: بعد مسيرة إعلامية طويلة ولامعة، القامة الإعلامية الأخضر بالريش يغادر قنوات البيين، رجل يحمل شهامة وطيبة وأصالة الجزائريين. وكثير من التعليقات. حسن العيدروس: على مدار سنوات كان الأستاذ الأخضر بالريش يمثل مدرسة إعلامية مرجعية. وهنالك معلقين وكثير من المواقع نشرت يعني. ونسيم طالبي: لن أنسى كأس إفريقيا بمصر ومباريات المنتخب الجزائري التي غطيناها معا، هو في الاستديو. حفيظ دراجي قال: هو الأكثر ثراء من حيث المسيرة. مجيد بوطمين أيضا شكره. فهنالك حالة حب وعاصفة حب للأخضر بالريش الذي سيكون، اتصلت به أنا اليوم، هو اعتذر عن الدخول معنا عبر الهاتف كضيف، ولكن سيكون ضيف في هذا البرنامج إن شاء الله مع العيد، عيد الأضحى، لأنه راح يكون معنا هنا في الجزائر قريبا جدا. فشكرا للأخضر بالريش على هذا المسار وعلى تشريفه الجزائر في كل مكان.